السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاية اعرفكم على البوكس او قفصة الطيور دي. لكل اللي ما عندوش مكان يربي فيه طيور وبيتحجج ما فيش مكان، ما عنديش مكان. حبيت اوريكم فكرة النهاردة بسيطة جدا جدا. في ناس كتير جدا عارفينها وفي ناس برضو ما يعرفوهاش. حبيت اوريه لكم واعرفكم عليه وشكله ايه وممكن تستخدموه ازاي، علشان اسهل عليكم تربية الطيور في المنزل، وما تكونش في حاجة صعبة عليكم ابدا. شكله كده زي ما انتم شايفين هو دورين اتنين كده بالمنظر ده. معمول بالخشب كده زي ما انتم شايفين، ومن الناحيه ديت سرند ودي كمان سرند. وظهره من ورا بالشكل ده برضو سرند علشان يعمل تهويه للفراخ. هو طبعا مش جديد، هو قديم عندنا وكنا بنستخدمه من زمان، علشان كده تلاقوه يعني شكله مش جديد كده ومستهلك. له في المنطقه كده فوق في الباب ده زي خشبه كده عامله عليه، زي بتقفل عليه يعني، ومسمار بنفتح منه كده اهو. ده الدور الاول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. زي ما قلت لكم من جوه هنا سرند اهو زي ما انتم شايفين علشان التهويه. وبعدين كمان ده شكله من تحت. لما تحطي فيه الفراخ ما بتحطهاش كده على ارضيه الخشب كده، بتفرشي كرتونه او مشمع وتحطي عليها نشاره، وتحطي الفراخ، فما بتحطهاش مباشره هنا كده علشان تحافظي برضو على المكان اللي انت هتحطي فيه البوكس ده. وكمان الدور اللي تحت زي ما انتم شايفين برضو بيتفتح بنفس الطريقه كده اهو. ده شكله من جوه. بعتذر يا بنات على صوت المواشي ده لان طبعا محطوطه كده في الحظيره هنا جنب المكان اللي فيه البوكس اللي انا بصوره، فمعذره بقى على الصوت مش هقدر احوشه يعني. ده شكل البوكس من جوه زي ما انتم شايفين اهو. ده مكان الطيور طبعا من زمان لانها كانت فيه. عايزه اقول لك ان هو بص حجمه صغير جدا اهو، وتقدري تحطيه في بلكونه، تقدري تحطيه قدام باب الشقه بتاعتك. مش هياخد مكان خالص. وتعمليه عند النجار، توري له كده الشكل ده زي ما انت شايفه اهو. وتودي له الشكل وتقولي له انا عايزاه بالحجم اللي انا عاوزاه، مثلا تشوفي حجم البلكونه بتاعتك قد ايه وهتستغني مثلا منها على كميه، هتستغني مثلا منها على كميه مساحه مثلا قد ايه، وتحطي البوكس فيها. عايزه اوريكي كمان فوق في ظهر البوكس من فوق كده، فوق في السطح بتاعه خرم كده زي ما انت شايفه. الخرم ده بنعمل فيه ايه بقى؟ بننزل منه سلك كده كهرباء او وصله، بنحط فيها لنده من تحت، وتكون فيها بقى فيشه تحطها في اقرب فيشه عندك في الجدار، تنور للفراخ من تحت خالص، لان طبعا للتدفئه وللنور كمان. البوكس ده يا بنات ان انت لما بتحطيه في المكان بتاعك، اذا كان بلكونه او قدام شقه او حتى في اوضه انت مستغنيه عنها، ان هو مش بيوسخ لك ارضيه المكان خالص، لان زي ما انت شايفه كده زي ما قلت لك بتفرشي كرتونه او مشمعه وتفرشيها نشاره، ويوميا بتكنسي وتنضفي. بتشيلي المشمع، تنفضي الكرتونه، يعني تنفضي الكرتونه او المشمع من النشاره طبعا في الزباله وكده، وبترجعي تحطيه تاني نضيف وبتفرشي نشاره نظيفه. بالشكل ده بتحافظي على نظافه الفراخ وكمان على نظافه المكان، وما بيعملش ريحه خالص في المكان اللي انت فيه طول ما انت محافظه على النظافه باستمرار. طبعا ده حجم او مثال انا بوريه لكم اهو. انت تقدري بقى تعملي الحجم اللي يريحك والمقاس اللي يريحك. انا اوريكم شكله، وانت تقدري بقى تصممي بالشكل اللي انت عاوزاه. في منه خشب وفي منه تقدري تعمليه حديد كمان، زي ما انت حابه واللي يريحك طبعا. هو اسعاره بتختلف من مكان لمكان. احنا كنا عاملينه من فتره كده طويله، كان ب150 جنيه، وطبعا اكيد السعر بتاعه اتغير دلوقتي وغلي. فكرتي بقى من فيديو النهارده، انا طبعا مش طالعه اوريكم كده البوكس وخلاص. انا عارفه ان في ناس كتير عارفاه، بس زي ما في ناس عارفاه في ناس ما تعرفوش ولا تعرف شكله. حبيت النهارده اني اوريه لكم علشان في برضو ناس كتير سالوني قالوا لي طب احنا ما عندناش مكان نعمل ايه، والقفاصه دي شكلها ايه وبتتعمل فين؟ دي بتتعمل عند اي نجار في ورشه نجاره، بتوري له الشكل والتفصيله اللي انت عاوزاها باي شكل. هو غالبا بيكون شكله كده وبيعمل لك بقى اللي انت عاوزاه. بيقعد عندك بقى بالسنين تربي فيه جميع انواع الطيور، مش فراخ ولا كتاكيت بس، ممكن تربي فيه بط وارانب وحمام، وجميع انواع الفراخ بانواعها، بيضه بقى، ساسو، اي حاجه زي ما انت شايفه كده. البوكس يا حبايبي بعد ما حطيت اللمبه بتاعتي كده جواه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين شكل البوكس من جوه نور خالص اهو. وكمان ادت كده تدفئه في المكان. عايزه اوريكم كمان الخرم اللي كنت بقول لكم عليه.
من فوق كده زي ما انتم شايفين في ظهر البوكس. نزلت سلك اللمبه بتاعي وبالدوايه هنا، ونزلت بقى ركبت اللمبه من تحت طبعا علشان ضوء اللمبه هيكون مزغلل شويه، فمش هيبقى اللمبه بتاعتي واضحه. زي ما انتم شايفين بقى كده الدنيا منوره خالص اهي. عايزه اقول لكم ان البوكس ده دورين كده زي ما انتم شايفين، وقلت لكم قبل كده بياخد 20 كتكوت. في الاول بتحط ال 20 كتكوت كده في مكان واحد، وبعد كده لما بيكبروا بتقسموهم على الناحيتين، بتحطي 10 فوق هنا وكمان 10 تحت هنا زي ما انتم شايفين في المكان ده كده. حابه بقى تدفيهم اكتر واكتر والدنيا برد جدا، اعملي لمبتين 2 في المكان، هيدفي كويس قوي وهيدي اضاءه حلوه قوي. حبيت بقى اوريكم فيديو النهارده كده، يا رب يكون مفيد لناس كتير ليكم يا حبايب قلبي. انا بجد يعني نفسي افيدكم باي حاجه، ونفسي اي حد مستصعب الامر لا يحس ان هو سهل ويقدر يتصرف ويخترع كده اي حاجه يعمل فيها المشروع بتاعه ده. حتى لو مش هتبيعي منه، كفايه يا ستي انك هتعملي منه لبيتك ولاولادك. زي ما انتم شايفين كده ده كان فيديو النهارده. وقفلت كده الباب بتاعه اهو، وانت قافله الباب بتقدري تبص عليهم كمان من المكان ده اللي هو السلك ده، بتشوفيهم بقى بياكلوا بيشربوا من غير ما تفتحي عليهم الباب، وبتتابعيهم اول باول. زي ما انتم شايفين كده. لو كان التصوير مش واضح اسفه جدا جدا طبعا، لان هو المكان اصلا ضلمه في دور ارضي، مفيش اضاءه مفيش شبابيك، يعني مفيش غير اللمبه اللي انا حطاها هنا دي زي ما انتم شايفين كده. اتمنى يا حبايبي الفيديو يعجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا كده فكره بسيطه وتسهلوا على نفسكم. وزي ما قلت لكم هو بيتعمل عند النجارين. مش حابه اطول عليكم اكتر من كده. اي سؤال انا ما لمتش بيه او اي معلومه تحبوا تسالوني عليها سيبوها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هجاوبكم. اشوفكم بقى يا حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.